السي في المختصر بتاعك ممكن يتكون من 5 اجزاء رئيسيه: البيربس ستيتمنت، وبعد كده كواليفيكيشن، اكسبيرينس، سكيلز، واتشيفمنت. البيربس ستيتمنت ديت بتبقى 4 أو 5 سطور بتكتبهم في اول السي في بتاعك تحت البيرسونال كونتاكت والبيرسونال انفورميشن بتاعتك. بتكون كاتب فيهم المجال اللي انت مهتم بيه والهايلايتس او اهم الحاجات اللي انت فخور بيها في انجازاتك، ولا تتخطى 4 ل 5 سطور. كواليفيكيشنز، الكواليفيكيشنز هنا بتكتب التعليم بتاعك. يفضل ما تكتبش الكورسات الصغيره، تكتب بس البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. هتكتب اسم الجامعه، اسم الكورس، ولو في سبجكتس معينه انت عايز تهايلايت ممكن تكتبها فيه. طبعا تكتب سنه التخرج، مش لازم قوي تكتب التقدير، ولكن لو جبت اتشيفمنتس كويس اكتب التقدير مفيش مشكله. الاكسبيرينس هي الورك اكسبيرينس اللي هي خبراتك العمليه. اهم حاجه تكتب اسم الشركه، تكتب اسم الوظيفه، وسطرين او 3 او 2 to 3 بوينتس كده اهوت على انت اصلا كانت ايه وظيفتك في الشغل ده. ممكن تقسم الاكسبيرينس لكذا كاتيجوري، يعني بالنسبه لي مقسمهم كلينيكال وتيتشنج وريسيرش، او ممكن تكتبهم كلهم مره واحده. السكيلز دي فيها حاجتين اساسيين ما تنساهمش: بروفيشنال بيرسونال سكيلز والتكنيكال سكيلز. التكنيكال سكيلز هي الاهم، لو بتعرف تستخدم سوفت ويرز معينه في الشغل. جزء الاتشيفمنتس او الانجازات اللي انت فخور بيها، اي منحه اخدتها، اي تايتل اخدته في مؤتمر معين، وهكذا. ممكن تحت الاتشيفمنتس برضو تحط سيكشن وكاتيجوري مختلف للمؤتمرات اللي قدمت فيها برزنتيشنز او كلام من ده. وممكن تكتب في الاخر كمان list of publications، وده هيدي لك 2 to 3 pages سي في تقدر تستخدمهم في الايميل لتعريف نفسك، او لو بتروح لاي كونفرنس عشان زي تبروموت فور يور سيلف.